السلام عليكم خوتي واخواتاتي ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل في قناتكم ماغو تريد، القناة اللي ديما تحاول تنقل الحقيقة للمتقاعد الجزائري بكل مصداقية وبلا تهويل ولا إشاعات. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ونحيي جميع المتابعين الأوفياء اللي دايما يدعموا القناة. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد في وقته، لأن القناة هذه ماشي غير قناتي أنا، هذه قناتكم وقناة كل متقاعد جزائري حر يحب يعرف حقه ويبقى مطلع على كل جديد. خوتي الأعزاء، في الأيام الأخيرة راهي تنتشر بزاف أخبار وإشاعات حول ملف معاشات المتقاعدين في الجزائر، وهذا الملف راهو من أكثر الملفات حساسية لأنه يهم ملايين المتقاعدين في البلاد. شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي كلام بزاف، كاين اللي يقول باللي التثمين السنوي راح يتوقف، وكاين اللي يقول باللي الزيادة ما راحش تكون هذا العام، وكاين حتى اللي قال باللي الناس اللي معاشهم يفوت 5 ملايين ما راحش يستفادوا من الزيادة. لكن السؤال المهم هو، هل هذه الأخبار صحيحة؟ اليوم في هذا الفيديو حبيت نوضح الصورة بكل صراحة ومن دون تهويل ومن دون تضليل. أول حاجة لازم يعرفها كل متقاعد في الجزائر أنه لحد هذه اللحظة ما كان حتى قرار رسمي صدر في الجريدة الرسمية يقول باللي كاين فئة من المتقاعدين راح تتحرم من التثمين السنوي. يعني الكلام اللي راهو يدور حول إقصاء فئة معينة أو تحديد سقف معين للمعاشات، هذا ما كاين حتى وثيقة رسمية تأكده. حتى لما تكلم رئيس الجمهورية على موضوع التثمين ما ذكر حتى فئة تستثنى من هذا القرار، وكذلك المسؤولين في الصندوق الوطني للتقاعد ما صرحوا حتى تصريح يقول باللي بعض المتقاعدين ما راحش يستفادوا. بالعكس، المعلومات المتوفرة تقول باللي التثمين السنوي يشمل جميع المتقاعدين. الفرق يكون فقط في النسبة أو في قيمة الزيادة حسب قيمة المعاش، يعني المتقاعد اللي معاشه صغير تكون عنده زيادة معينة، والمتقاعد اللي معاشه أكبر تكون الزيادة مختلفة، لكن المبدأ واحد، التثمين يمس الجميع. الآن نجيو لنقطة مهمة جدا وهي توقيت الزيادة. بزاف ناس تسقسي، هل الزيادة تدخل في شهر مارس ولا في أفريل ولا وقتاش بالضبط؟ هنا لازم نفهم حاجة مهمة في طريقة تطبيق القرارات في الجزائر. أي قرار يخص الزيادات أو الأجور أو المعاشات لازم ينشر أولا في الجريدة الرسمية وبعدها يبدأ التطبيق. يعني إذا القرار صدر في شهر مارس غالبا التطبيق يكون في الشهر اللي بعده، يعني في أفريل. وإذا صدر في أفريل التطبيق يكون في ماي. وهذا الشيء شفناه من قبل في عدة قرارات، مثل رفع الحد الأدنى للأجور اللي صدر في جانفي وتم تطبيقه في فبراير. لهذا السبب نقول للمتقاعدين ما تقلقوش وما تخلوش الإشاعات تخوفكم. كاين أيضا فيديوهات قديمة راهي تنتشر من جديد في مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها من سنة 2023 أو سنوات سابقة. بعض الناس يقصوا منها مقاطع ويعيدوا نشرها وكأنها أخبار جديدة، وهذا الشيء سبب قلق كبير عند الكثير من المتقاعدين. لكن الحقيقة هي أن ملف التثمين ما توقفش، وهو موجود ضمن قرارات الحكومة، فقط التطبيق ممكن يعرف بعض التأخيرات الإدارية أو التقنية. وخوتي كامل نعرف السبب الرئيسي اللي خلى هذا الملف يتحرك بقوة، وهو ضعف القدرة الشرائية. اليوم الأسعار ارتفعت بزاف وكلنا نشوف هذا الشيء في الأسواق، المواد الغذائية غلات والمصاريف زادت خصوصا في هذه الفترة. المتقاعد اللي دخله ثابت أكيد يتأثر أكثر من غيره، خاصة الناس اللي معاشهم أقل من 2 ملايين دينار. هذه الفئة تعتبر من أكثر الفئات المتضررة، ولهذا الدولة قررت القيام بعملية التثمين السنوي للمعاشات باش تحافظ على التوازن الاجتماعي وتساعد المتقاعدين على مواجهة غلاء المعيشة. كاين أيضا كلام يدور حول نسبة الزيادة، ويقال أنها ممكن تكون بين 5% إلى 10% حسب الفئات، لكن هذه الأرقام تبقى غير توقعات حتى يصدر القرار الرسمي. المهم اللي لازم يعرفه المتقاعد الجزائري هو أنه حقه ما يضيعش بإذن الله، وإذا صار أي تأخير في تطبيق الزيادة غالبا يكون هناك تعويض بالأثر الرجعي، يعني المتقاعد يستلم الزيادة مع الأشهر السابقة. الدولة اليوم تحاول توازن بين عدة أمور، مثل ارتفاع عدد المتقاعدين والحفاظ على القدرة الشرائية وكذلك ميزانية الدولة والانتضاخ العالمي. لهذا أي قرار زيادة يحتاج دراسة وتنظيم دقيق. وخوتي الأعزاء، نصيحتي لكم هي ما تصدقوا كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
كاين صفحات وقنوات هدفها الوحيد هو جلب المشاهدات وتنشر عناوين كبيرة ومخيفة بدون أي مصدر رسمي. أما القناة التعنى ماغوتريت فهدفها هو نقل المعلومات الصحيحة واحترام المتقاعد الجزائري. ونحب نقول حاجة مهمة، هذه القناة ماشي قناة أخبار، هذه قناة المتقاعدين الجزائريين كامل. القناة هذه صوتكم ومساحة باش نتبادلوا المعلومات ونفيدوا بعضنا البعض. لهذا نطلب منكم دعم القناة بالاشتراك، لأنه الاشتراك يساعد القناة تكبر ويوصل صوت المتقاعد أكثر. إذا كنت متقاعد جزائري أو عندك والد أو قريب متقاعد، اشترك الآن في القناة وخلي القناة توصل لأكبر عدد من المتقاعدين في الجزائر. وما تنساوش تكتبوا لنا في التعليقات، هل وصلتكم التسويات؟ هل لاحظتم أي زيادة في المعاش؟ وش رأيكم في التثمين السنوي؟ نحب النقاش يكون محترم وواعي، لأن الهدف هو الفائدة للجميع. وفي الأخير ما تنساوش إعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد في وقته. كان معكم أخوكم من قناة ماغوتريت. تهلاو في رواحكم وتهلاو في بعضكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.